في مصطلح مهم جدا لازم تفهمه بشكل كويس جدا، وبما اننا داخلين على نهاية سنة وبداية سنة جديدة فلازم نفهم يعني ايه الفلاش كراش. تخيل كده تكون قاعد قدام الشارت والسوق ماشي عادي جدا ما فيهوش حاجه، وفجاه تلاقي شمعه نزلت 200 نقطه او 300 نقطه، وبعدها السعر يرجع لنفس المكان تاني كانه ولا حاجه حصل. انت هنا ما بتبقاش مصدق، وهل ده هبوط فعلي ولا غلطه ولا حد لعب بالسوق؟ الموضوع ببساطه ان الفلاش كراش بيحصل لما يكون السوق سيولته ضعيفه جدا وفجاه يدخل امر ضخم، مش لازم خبر ومش لازم حدث كبير، ممكن مجرد مؤسسة ضخمة أو الجوريزم يدخل بأوامر بيع وشراء كبيرة والسوق ما يلحقش يمتصها. ولما السيولة بتبقى قليلة أي أمر كبير بيحرك السوق فجأة، مستويات وقف الخسارة بتتضرب كلها مرة واحدة، السوق بيدخل في الدومينو افكت، والنتيجة هبوط سريع بشكل غير طبيعي وبعده ارتداد اقوى. وده حصل قبل كده كتير جدا في اسواق المال، حصل في الدولار ين وحصل في الاسهم الامريكيه والذهب كمان، والسبب واحد: السيوله مش مستعده للكميه اللي اتحطت في لحظه واحده. اللي لازم تفهمه ان الفلاش كراش ملوش علاقه بالتحليل الفني، ده ملوش علاقه لا بترند ولا بمقاومه، ده سببه النقود اللي دخلت بشكل مفاجئ مش اكتر. عشان كده دايما المتداول الذكي بيعرف امتى السوق هادي زياده عن اللزوم، لان الهدوء ده ساعات بيكون الهدوء اللي قبل العاصفه. فالمره الجايه لو شفت حركه غير منطقيه ما تفتكرش ان التحليل غلط ولا ان السوق اتجنن، ده ممكن يكون فلاش كراش بسيط سببه ان السيوله كانت نايمه والسوق اتفاجئ.